السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم راح نقدم نوع من المقبلات. هاي الطريقة خزنوها يمكم، راح تفيدكم كلش من ضمن سلسلة مقبلات رمضان، كلش راح تستفادون منها. ما أطول عليكم، خلي بلش وأقول بسم الله. عندي هنا حبتين خيار مخلل أو طرشي الخيار، راح أقطعهم بهذا الشكل، ممكن أن نسلبهم مكعبات أيضا براحتكم. بصل أخضر تقريبا حبتين، ثرمت الجزء الأبيض والأخضر من عندها، يعني ما يعادل تقريبا نصف كوب. إذا تحبون بصل أكثر زيدوا الكمية أنتم. حبتين بوتيتا متوسطة الحجم، قطعتها بشكل مكعبات، سلقتها بمي وملح وبعدين وشلتها وخليتها تبرد تماما. يلا جيت ضفتها فوق الخضار. عندي هنا تقريبا كوب ونص من الشبنت أو الشبت، فرمته أيضا كلش ناعم، وراح أزيد عليهم تقريبا من نصف إلى 3/4 كوب من حب الرمان، وراح أزيد بعدين الرمان بالزينة. هسه راح نبدي نحضر الصوص. بما انه خلصنا من الخضار راح اضيف 4 ملاعق كبيره، 4 ملاعق طعام من المايونيز. راح ازيد عليهم ملعقه طعام واحده فقط من الخردل، وهنا الخردل كان خلصانه عندي بس المهم كفتني ان شاء الله للطريقه. راح ازيد عليهم شويه من الملح، كميه الملح انتم تحكموا بيها حسب ما تحبون. راح ازيد ملعقتين طعام كبار من الزبادي او اللبن او اللبنه، وراح نضيف عليهم ملعقتين طعام من زيت الزيتون، واذا ما عندكم زيت زيتون ممكن زيت عادي، بس الافضل يكون زيت زيتون طعمه اطيب. زيدت تكه صغيره من الفلفل الاسود، وبديت اخلط الصوص حتى يكون جاهز ويكون السمك مثل ما راح تشوفوه بالفيديو. هنا زيدت عليه ملعقه طعام واحده من عصير الليمون، بس راح اوخر النواه واكمل خلط حتى احصل على قوام كلش سلس وكريمي. بعد هالخضار عندي جاهز، مباشرة راح أضيف عليه الصوص اللي حضرته أنا وياكم بهذا الشكل. راح ننطيهم تقليبة بهدوء حتى نحافظ على شكل البوتيتا ما ينمرض. أنا من سلقت البوتيتا ما خليتها تستوي 100%، تقريبا 80%، 85%، يعني تكون احنا نقول كامشة نفسها. هذا شكلها. راح أبدي أنقلها لطبق التقديم. هالنوع من المقبلات أنا أعتبره وجبة كاملة غذائية، يعني بوتيتا بكل العناصر تقريبا، فراح تستفادون منها. خزنوا الطريقة يمكن راح تستفادون منها من ضمن سلسلة أطباق رمضان. أكيد راح تحيرون، فراح تكون عندكم هاي كل شيء إنقاذ. هنا زينتها بشوية من حب الرمان وشوية أيضا من الشبنت المفروم. أكيد إذا حبيتوا الفيديو والطريقة راح تجربوها، وما تنسوني باللايك والشير مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه.